رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا فزروا بنفطر فينا النهاردة. دي لستة من الحاجات بتاعة الأكلة بتاعتنا، وتعالوا بقى نشوف ايه المكونات وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها فيها، ان شاء الله تعرفوها. عندنا رز بسمتي، اوكي، نقول كده كوبايتين ولا حاجة. عندنا بصل، وعندنا بطاطس، تمام، وعندنا كمان بطاطس قشرتها طبعا، وعندنا جزر، وعندنا فلفل حامي احمر، وعندنا فلفل رومي اخضر، وعندنا لحمه بالعظم جميله جدا ويفضل انها تكون غنم، وعندنا هنا توابل. ويلا نبتدي اكلتنا بتاعت النهارده. هنجيب البطاطس ونكون غسلينها، وبعدين نقشرها ونشيل القشر بتاعها بالراحه كده هوت، ونقطعها بعد كده هوت. كل بطاطسايه نقطعها اربع اجزاء، تمام. في ناس بيقطعوها نصين، بس المهم ما بتبقاش قطع كبيرة قوي، تمام كده. وبعدين نغسلها ونحطها في طبق. ادي هي قطعناها اربع اجزاء. وايه تاني؟ ونحطها في الطبق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها، مفيش بوادر كده تقدروا تفتكروا كده وتشوفوا احنا هنعمل اكلة ايه؟ ما تنسوش تعملوا لي فولو يا جماعة. يلا، ادي البطاطس حطيناها، ونجيب البطاطساية التانية ونقطعها ونحطها. والجزر نفس الموضوع، نقطعه برضو حلقات مدورة كده اهو، ونحطه على البطاطس. يعني احنا بنقطع الخضار كله ونجهزه في الاول، وبعدين نشوف الخطوة اللي بعد كده ايه. يلا، الفلفل الرومي نقطعه حلقات مدورة كده اهوت، بيبقى شكله حلو في الأكلة بتاعتنا بتاعت النهاردة. الأكلة بتاعتنا دي مشهورة جدا 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 جدا، بتتعمل في بلدان كتيرة، بس مفيش حد بيعرف يعملها زي البلد بتاعت النهاردة. ما تنسوش تعملوا لي كومنت. نجيب البصل ونقطعه، وادي البصل معانا حطيناه فوق الخضار اللي هو البطاطس والجزر والفلفل. وبعدين نجيب بقى التوابل. عندنا معلقتين كركم بتدي لون حلو قوي للاكله، تمام. وعندنا كمان غير الكركم ليمون لومي. وعندنا كمان حبهان، 3 4 كده حبهان، لا ده فلفل اسود. وبعدين هنا اسمه المسمار. وعندنا قرفه، وعندنا رند، وعندنا حبهان 3 4 اهو، تمام كده. وطبعا شوية ملح وشوية كمون. هي دي التوابل بتاعة الأكل. نجيب اللحمة بتاعتنا بقى، بعد ما نجيبها كده نغسلها كويس كده من عند الجزار، وتبقى حتت كبيرة كده، ونقطع حتت كبيرة، ما نقطعهاش حاجات صغيرة. انتوا عارفين اللحمة لما بتستوي بتصغر في الحجم، واحنا عاوزين اللحمة تبقى باينة وكبيرة كده هوت، وحلوة كده في الطبق، تمام. طيب، بعد ما نقطعها نحطها كده، ويبقى كده جهزنا كل المكونات بتاعة الأكلة بتاعتنا. هنجيب حلة وتكون غويطة شوية، ونحط فيها شوية زيت، ونشوح اللحمة، ونحط كده اللحمة ونشوحها. أنا بس عاوزة اللحمة إيه، تاخد لون كده خفيف، تمام. بس لسه ما استوتش من جوه. ليه؟ عشان احنا كده بنقفل اللحمة من كل حتة، علشان المية اللي جواها ما تطلعش وتكش اللحمة، تفضل كده بنفس الحجم بتاعها. فاحنا بنعمل لها عملية اسمها سيلد. يا دوبك شويه كده اهو. بصوا كده بقى شكلها عامل ازاي، الله، هي مش مستويه. نحط بقى عليها الخضار اللي احنا قلناه كله، ونقلب كله 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 مع بعض بمعلقه خشب، يفضل يعني. ونقلب، نقلب كويس، متحطوش ميه ولا اي حاجه لسه، تمام كده. نقلب 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 كله كده، اسمها بنشوحهم كلهم مع بعض. ريحه اللحمه بقى ما اقولكوش، والتوابل لسه لما نحط التوابل بقى. يلا نحط بقى التوابل اللي كنا اتفقنا عليها، ونقلب كله 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 مع بعض دقيقه او دقيقتين كده اهوت. خلاص، نضيف بقى الميه، ونقفل الغطا ونخليها تستوي بالراحه ساعتين ساعتين كده اهوت. بصوا، بعد كده نحط الملح. ما تحطوش الملح في الاول عشان ما بيخليش اللحمه تستوي. نجيب الرز بقى اللي احنا غسلناه 3 كوبايات او 4 كوبايات، الرز البسمتي، ونقلب كله مع بعض ونضيف الميه. الله، ها لسه برضو معرفتوش احنا عملنا اكلة ايه ولا اكلة ايه بتاعت النهاردة دي؟ بصوا ما شاء الله، الله اكبر. شايفين الحلاوة؟ حتى الرز مش معجن ولا، بالعكس ده مفلفل، شايفين؟ واللحمة بقى، استنوا كده انا عاوزة اجرب بس اللحمة استوت كده ولا لا. هطلع كده حتة في الطبق واشوف. يلا بقى، ما شاء الله الريحة ما اقولكمش. نغرف بقى في طبق التقديم، عشان شكل كده الاذان قرب. احنا عاملين، والفلفل الحامي ده انا هطلع كده على جنب، علشان انا بحب ازوق بيه في الاخر، بيدي شكل كده للطبق بتاعي. كنت هقولها تضحكوا عليا واقولها، ها برضو ما عرفتوش الطبق الجميل ده. يا سلام، كل المسلمين بيروحوا البلد بتاعت البلد الطبق ده، ولازم ياكلوها. شايفين اللحمة؟ خلاص، لا استوت استوت استوت، بتدوب. بصوا بصوا استوت.
نفسي احطها على بقي بس انا صايمه، نفسي احطها على بقي بس انا صايمه. يلا اهو قرب الاذان وهاكلها. ونسيب حبه كده في الحله عشان بالليل بقى لما بقوم كده هو انا في السحور ببقى عاوزه اكل شويه حاجات من حاجات الفطار. المهم، ادي الطبق بتاعنا بتاع النهارده جهز. وحتى نزوقه بقى بالفلفل الحامي الاحمر اللي انا شلته، ونحط ليمون كده على الحرف. وما شاء الله وبالهنا والشفا، الطبق بتاع النهارده جهز والاذان قرب جدا بقى وخلاص الحق احطه على السفره. الواحد مش قادر بقى يقاوم المنظر الكلام الجميل ده والريحة اللي انتوا مش شامينها معايا هنا هوت في المطبخ. مستنية مين يدفع يضرب. ياه، اتفضلوا معانا، اتفضلوا اتفضلوا من نوضب السفرة بقى ونحطه على ترابيزة السفرة ونستنى الأذان. ما شاء الله، الله أكبر، شكله يفرح جميل. شايفين حتى اللحمة، شايفين اللحمة عاملة ازاي اهي، تحفة واستوت وبقت جميلة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يلا اتفضلوا معانا، قولوا لي بقى احنا فطرنا فين النهارده، ويا ترى عرفتوا طبخت ايه؟ اكتبوا لي في الكومنت، وهتشوفوا بكره يوم جديد واكله جديده. بحبكم، باي باي.